السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فضلا بقى كده اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واول كده ما تشوفي الفيديو وتدخلي معانا حطي لايك للفيديو عشان اعرف ان الفيديو اللي انا بنزله بيعجبك. شايفين بقى القلقاس الجميل ده؟ شايفين الكيس كده احمر وناعم ازاي؟ شايفين القلقاس شكله شاهي ازاي؟ هوريكم من اول ازاي اللي احنا ننقيه عشان نختاره وان احنا نخزنه، وازاي ان احنا نقطعه، وازاي اللي احنا نطبخه بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي. اول حاجه حبيبه قلبي، لما تيجي تشتري القلقاس لازم تشتري القلقاسيه الحمرا كده زي ما انت شايف. هنا بوريكي، شايفين كده طالع منه جذوع كده مدوره، والراجل بيقطعهولك بتتلاقي في كده في منه جذوع مدوره طالعه منه كده زي ما انا بوريها لك. هنبتدي اللي احنا نغسله كويس وننشفه كويس جدا 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 قبل ما نقطعه. لازم تغسليه كويس وتنشفيه كويس قوي قوي قوي، ما يبقاش عليه اي ميه. تمام. ما تخ... عموما يعني ما تختاريش القلقاسيه اللي هي المربعه، اختاري القلقاسيه اللي هي المدوره، القلقاسيه اللي تكون حمراء، ما تكونش جامده قوي. اللي يكون فيها يعني زي ما بنقول عليها، شايفين الحاجات الحمراء اللي طالعه منها دي؟ ايوه، اللي انا اقطعها دي، هي دي بتبقى طالعه فيها كده، والراجل بيقطع بالسكينه بيبتدي ان هو يقطعها لك كده، ينضف لك القلقاسيه. هبتدي اللي انت تقشريها، حاولي ان انت وانت بتقشري القلقاس تمسكيها بفوطه مطبخ، لان القلقاس بيطلع معانا ماده مالقه كده، فهيبقى هيصعب عليك التقطيع، وهيصعب عليكي كمان اللي انت تقشريه. خلاص كده هبتدي ان انا اقشر الكميه اللي معايا، وابتدي ان انا اخرطها زي ما انتم شايفين، ماسكاها بمنديل مطبخ وماسكاها بفوطه. هنقطعه بقى، ونقطعه كده بالطريقه اللي انتم شايفينها كده، وتقطعها التقطعات اللي انت تحبيها. بصوا يا جماعه، عشان تبقوا عارفين، انا لا بسلق القلقاس عشان اعينه، ولا بعصر عليه ليمون ولا اي حاجه. القلقاس كده زي ما هو ببتدي اللي انا اخزنه. اولا انت لو سلقت القلقاس قبل ما انت تخزنيه، هتضطري ان انت تفضلي تغسليه تحت ميه سخنه فتره طويله، فكده هو فقد كل القيمه الغذائيه اللي هو فيه. تاني حاجة، لونه بعد فترة هيسود. اللي انت لو عصرت ليمون عليه، برضك الليمون بيبقى بيكسر الحديد اللي موجود عموما يعني في اي اكل. فالقلقاس من الحاجات اصلا اللي موجود فيها نسبة الحديد عالية، فلو انت عصرت عليها ليمون هيكسر معاكي برضك نسبة الحديد اللي في القلقاس. ثانيا هيغمق معاكي اللون بعد فترة لما تسيبيه في الفريزر. هبتدي بقى ان انا اقطعه معاكم كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. خلاص غسلناه ونشفناه كويس وقشرناه، وهنبتدي ان احنا نقطعه. طبعا الكميه اللي انت عايزاها تجيب الكميه اللي انت عايزاها على حسب حبك ليه، او على حسب احتياجك ليه بتجيب الكميه اللي انت عايزاها. بس هو اساسا الوقت بتاعه دلوقتي في الشتاء بيكون احلى وقت ليه. فاللي انت تجيبيه في الشتاء بيكون اصلا يعني هو الوقت بتاعنا ده شهر 11 و12، ده بيكون احسن قلقاس موجود في السوق. هبتدي كده اعملهم على قد طبخات، هقسمهم على قد طبخات كده في الاكياس زي ما انتم شايفين. زي ما قلت لكم، ولا هسلقهم ولا اعصرهم ولا اي حاجه. لما نبتدي بقى نطلعهم هوريكم هعمل لكم ايه. معايا كيس والله العظيم متخزن من السنه اللي فاتت، هوريه لكم الوقت طالع لونه فاتح ازاي، ما هوش مغمق ولا اي حاجه. هوريكم هنطبخه ازاي مع بعض. تمام. هبتدي بس اللي انا اخزن الكميه معايا كده زي ما انتم شايفين. طبعا القلقاس ده كان حوالي كيلو ونص او 2 كيلو الا، فعملوا معايا 4 طبخات كويسين. غير بقى اللي وانا بقشره اساسا اشتلت منه يعني حبه كده عشان كان جامد شويه. ما تخافيش لو القلقاس جامد معاكي شويه، ده هو اللي القلقاس اللي جامد شويه ده هو اصلا اللي بيستوي معاكي وبيدوب كده في الاكل. اهو زي ما انتم شايفين لونه وجماله عامل ازاي. هوريكم بقى، شايفين كده اللي انا هبتدي نطبخ بقى القلقاس مع بعض. شايفين الكيس ده لونه ما غيرش. الكيس ده يعني عايزه اقول لكم في الفريزر من السنه اللي فاتت، من خزين السنه اللي فاتت. شايفين لونه فاتح ازاي. اول حاجه هعملها هبتدي ان انا انزل القلقاس في زيت واحمره. دي الطريقه بتاعتي يا جماعه. في ناس تانية بتعمله بطريقه الخضره والحاجات دي وبيعملوه اخضر في بعضه، كل واحد وليه طريقه. ابتدي ان انا احمره لحد ما ياخد اللون الذهبي معايا كده زي ما انتم شايفين. اقفل المسام بتاعته كلها من كل ناحيه عشان لما اطبخه ما يبقاش عامل معايا شويه زي الباميه كده او ماده مالقه كده في الطبيخ، فالناس مش هتحبه كده. وبعد كده هبتدي ان انا اعمل له التسبيكه بتاعته عادي زي اي طبخ عادي جدا جدا. هبتدي ان انا اعمل له البصله، اصفرها كده ادبلها وانزل عليها بالصلصه. هحط له بهارات ايه؟ مش هحط له اي بهارات غير ملح وفلفل وشويه شطه، وهحط شويه سكر علشان الصلصه ما تبقاش ايه حاميه علينا، يعني اللسعه بتاع الصلصه. تمام. خلاص كده زي ما انتم شايفين هبتدي ان انا احط بقى التسبيكه مع بعضها كده تتسبك، واول ما تبتدي تغلي هنبتدي ننزل بالقلقاس. شايفين محمرينه ولونه فاتح وجميل ازاي، ولا جراله اي حاجه، وطعمه تحفه بمعنى الكلمه. هنبتدي بقى كده نعمل هنا الطشه بتاعته. هنا كده في الطاسه، في طاسه، في حله، اي حاجه يعني. هتبتدي ان انت تحطي تومه تحمريها. انا محمرتش التوم قوي عشان لو المعده يعني مش مستقبله التوم المتحمر قوي، فما حمرتوش قوي، يا دوبك بس كده خدت تسفيره بسيطه.
وبعدين هتحطي معلقه كزبره ناشفه، وتحطي شويه خضره، شبت على كزبره. هو عموما يعني اكتريته بيستخدم الشبت، فانا ما كانش متاح عندي، فاللي كان متوفر شبت على كزبره، فهحط شبت على كزبره كده ونقلبهم مع بعض. بعد كده وهو بيغلي هنبتدي اللي احنا ننزل عليه بيه. بس تمام وخلاص بقى، نبتدي ان احنا نغطي عليه لحد ما يستوي قوي قوي براحته ويبقى سايح كده زي الزبده. وخلاص بقى نبتدي اللي احنا نقدمه جنب الرز الابيض بقى، جنب الفراخ لوحده كده، هو في الشتاء لوحده يدفي. وبس كده يا حبايب قلبي، اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم، واتمنى الفيديوهات اللي انا بنزلها تكون بتعجبكم. واخر شيء احب اختم بيه، اللهم صل على سيدنا محمد.